انت ممكن تكون فاكر ان المحيطات دي عالم بعيد عنك، بس الحقيقة ان كل شوية بلاستيك بترميها بتوصل هناك. من اول ما البلاستيك اخترعه الانسان اعتمد عليه في كل حاجة تقريبا، اكياس، زجاجات، عبوات اكل. المشكلة ان البلاستيك غير قابل للتحلل الحيوي، يعني ممكن يفضل في البيئة مئات السنين زي ما هو. الارقام دلوقتي مرعبة، اكتر من 8 مليون طن بلاستيك بتدخل البحار والمحيطات كل سنة، والعلماء بيقولوا ان سنة 2050 هيكون البلاستيك في البحر اكتر من وزن كل الاسماك اللي فيه. السلاحف البحرية بتشوف الكيس البلاستيك وتفتكره قنديل بحر فتبلعه ويموتها. الحيتان والاسماك الكبيرة بتبلع قطع بلاستيك وده بيعمل لها انسداد معوي. والاخطر ان البلاستيك بيتفتت لمايكرو بلاستيك، جسيمات صغيرة جدا اقل من 5 ملي تدخل في السلسلة الغذائية وفي الاخر توصل لطبقك انت. المايكرو بلاستيك ممكن ينقل مواد سامة زي البي بي اي، ودي بتأثر على المناعة والهرمونات وحتى بتزود خطر الاصابة بالسرطان. البلاستيك كمان بيغطي الشعب المرجانية وبيموتها، ولما بيتحلل تحت أشعة الشمس بيطلع غازات زي الميثان والإيثيلين، ودي بتزود الاحتباس الحراري. طب والحل؟ نقلل البلاستيك أحادي الاستخدام، نشارك في حملات تنظيف الشواطئ، نستخدم بدائل قابلة للتحلل، نعيد تدوير البلاستيك. المحيطات مش بس للحيتان والدلافين، دي رئة الكوكب ومصدر حياة لينا كلنا، ولو سيبنا البلاستيك يسيطر هنخسر المحيطات وساعتها هنخسر نفسنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتنزل تحت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس.